بصراحة أسئلة صحفية دون المستوى طول الوقت. الوداد عقدة، الوداد مش عارف، ده كلام جماهير. ده كلام المفروض جماهير، انما انت كراجل صحفي المفروض تسأل في صلب المباراة. مثلا انت ايه اللي هتعمله بكرة عشان تفوز؟ ايه شايف ازاي تواجه أسلحة الوداد عشان ما يقدروش يحرزوا فيك أهداف؟ ده الهدف من المؤتمر الصحفي، انك تفهم فكر المدير الفني. انما طول الوقت الوداد عقدتكم، الوداد مش عارف ايه. يا جماعة ده انت المفروض راجل صحفي وراجل في جريدة مثلا كويسة او مشهورة، يعني المفروض تختار الاسئلة المناسبة لراجل مدير فني او للاعب. يعني انما دي اسئلة يعني ما يسألهاش. ده كلام جماهير. انا ما فيش مشكلة ان انا مثلا واحد من جمهور الوداد يقول لي انت احنا عقدتكم، فانا ارد عليه اقول له احنا كسبناكم في قبل النهاية قبل كده ومش عارف ايه كده. يعني لازم يبقى فيه مناوشات، وهي دي حلاوة كرة القدم. انما مثلا احنا دلوقتي رحنا بفريقنا عندكم من امبارح، عمالين تسألوا اللعيبة، في ضغط عصبي عليكم، في جماهير مش عارف ايه. هو ايه يا جماعة ده؟ أسئلة غريبة بصراحة ودون المستوى. اسمعوا كده، سؤال للشناوي، سؤال للمدير الفني. السلام عليكم. محمد متاح من قناة العيون. سؤالين، سؤال المدرب كولر وسؤال الحارس محمد الشناوي. أولا الحديث عن المباراة السابقة، لأن فريق الوداد بعد تسجيل الهدف الثاني تغيرت المعطيات لفريق الوداد وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف، وبعد تسجيل الهدف الوحيد على أن ربع الساعة الأخير لم يكون فريق الأهلي المصري له أي قوة هجومية على فريق الوداد. يمكن نبدأ المقابلة من ربع الساعة الأخير. ما هو الإعداد؟ أنه هناك تخوف على أنكم دائما الإعداد النفسي لا تخوف من المباراة الأولى تخوف من هناك الإعداد النفسي، تعاقبها، تخوف مش وكانت احتجاجات لك أنت كمدرب على التحكيم. أليس هذا بضغط؟ لن نقول اعتراض، ولكن أليس هذا الاحتجاج الأهلي أو اعترض ضغط على على التحكيم المدرب والوداد الحكم اعترض على التحكيم، لكن الإثيوبي انتوا قبل بتشوفوا هذه المباراة؟ الجانب محمد بتاع الشناوي، الأهلي، ولما الأهلي يتكلم أنت تقولوا الأهلي تعرف بيشتكي والأهلي بحكم نادي خبرتك وشاهدت مباراة مش الوداد عارف ايه. السابقة، لابد عندك مفيش ملاحظات حيادية وعندك نهائي تخوفات بصراحة. من المباراة بمدينة الدار البيضاء. وأظن على أنك تقول لا يمكن أن نتحدث عن الماضي وتتحدث دائما على أننا فزنا في المباراة السابقة. الآن مباراة واحدة، أي هدف لفريق الوداد يعني ايه يعني بتتحدث دايما ان ضياع احنا نقاط فزنا في ويمكن المباراة اللقب السابقة؟ الثاني على هو في التوالي حاجة نتيجة للوداد تانية حصلت احنا مش الذي شايفينها؟ يشكل عقدة لكم في المباريات النهائية. وشكرا. ربنا يهديكم الصراحة. احنا ما قدرناش نحرزوا اهداف. ما هو لو اللاعب بتاع حضرتك ما بيلعبش كرة باسكت، ما مسكش الكرة بايديه اللي هي تستحق الطرد، اللي انت بتقول الحكم مش عارف ايه، ان هي الاهلي اتظلم فيها انها تستحق الطرد، يعني ده اضعف الايمان. لو اللاعب بتاعك ما مسكهاش كان ممكن يبقى ثلاثة. لكن الظروف خدمتك ان هي بدل النتيجة ما تبقى ثلاثة بقت 2-1. بالنسبه لسؤال حضرتك ليا، وحضرتك كنت حضرتك اتفرجت على المباراه، كنت موجود في المباراه الاولى؟ لا، هو بيسأل حضرتك كنت موجود في المباراه الاولى؟ هو اتفرجت عليها؟ كان موجود بس بيشوف حاجات معينة، بيشوف بمزاجه. تقريبا ده صحافة وجماهير نفس التفكير، كله بيشوف الحاجة اللي في بس انا عندي مصلحته وجهه بس. نظر مختلفه خالص عن حضرتك. ما شفتش حد طلع قال الحق غير الكابتن عزيز بالنيج. عندنا فرصه في وصراحة الملعب، تحية الكره كبيرة اتحكت في مني ليه عرضه بصراحة. اخر مباراه، الراجل قال لك عندنا دي فرص كرة دي طرد، كارت أحمر. اخر الماتش. إنما تتناقش مع أي حد ودادي ولا مش عارف إيه يقول لك حضرتك لا ما بصيت على فيهاش المباراه حاجة. بالكامل، تمام، هي عشان مش فرص احسن لمصلحتهم ما بكتير فيهاش حاجة، إنما بكتير لو ليه من يبقى فيها حاجة. الهدات في ماتش الذهاب، بس ممكن حضرتك تكون كان حماس المباراه مخليك مش مركز فيها قوي. Ich habe keinen Druck auf den Schiri von morgen ausgeübt, sondern ich war mit der Leistung, die der Schiri beim letzten Spiel gebracht hat, mit der war ich هقول لك أنا ما mit der ضغطتش على Schiri-Leistung الحكم، allgemein war ich nicht أنا zufrieden. اتكلم بس على إن في أخطاء تحكيمية. Wenn sich irgendeiner anders unter Druck fühlt, dann ist das nicht meine Aufgabe. وانا ما مارستش اي ضغوط على حكم مباراه الغد الحكم الاثيوبي. انا بس قلت ان انا ما كنتش سعيد بمستوى التحكيم في المباراه الاولى، اكتر من كده ما قلتش. يعني زي ما انتوا واحد علقتوا فصل على الكلام التحكيم، على الأهلي المتوقع علق على عليه، التحكيم مشكلتي بالظبط. هو مش مشكلتي. سؤال
فاكر السؤال؟ السؤال اللي هو الاهلي عقدتكم وكده، خليه يتكلم في الماضي بقى. لا طبعا احنا ما عندناش قواعد محل. احنا لو انت بتتكلم، احنا على طول بتكلم في الماضي. لو احنا بنتكلم في الماضي على طول، طب ما احنا هنعيش بقى ال10 افريقيا اللي احنا واخدينها بقى النادي الاهلي. يعني احنا بنفكر بكره ناخد ايه. يعني احنا بكره بنفكر ناخد ال11. تمام. احنا بنلعب اي فريق بنحترمه، كبير صغير بنحترمه. تمام. وداد، رجاء، اي فرقه في طبيعي افريقيا كل بتلعب الفرق ليها الاهلي احترام. الاحترام، بس عندنا مباراه انا بتكلم في ماتش نقطة يا جماعة، النهارده وطبعا ان كل شاء الله اغلب كده الناس اللي نلعب بتخش بكره تعلق نلعب عندي هتفهم كلامي كان غلط. انا بره بتكلم الملعب تمام. ان في فرق بين احنا كلام وصلنا فيه. الجماهير وان انت تبقى شخص تمام. مسؤول او وحصل راجل ايه صحفي او في قبل مؤتمر كده؟ اتكلم صحفي. بقى كتير بقى عن الماضي، يعني عن الماضي. نوع لا، الاسئلة ده مالناش غريب عقده مع اي بصراحة. حد. احنا عندنا مباراه بكره، كسبنا المباراه اللي فاتت، نفكر في بكره وان شاء الله نرجع بال11 ان شاء الله. شكرا.